ورجعنا من الفاصل مشاهدينا، ويسعدنا النهارده ان يكون معانا الدكتور محمود الشامي رئيس شعبة الطاقات الغير مرئية بالجامعة الأمريكية بتكساس. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسعادة. ايه هو علم الفلك؟ علم الفلك هو القوانين والنواميس الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لينا ومدور لنا الحركة كلها بحكمة وبإحكام شديد جدا. فلما يجي يبقى فيه قوانين كونية وربنا هو اللي خالق الكون، يعني ربنا هو اللي خالق الشجر وهو اللي خالق القمر وهو اللي خالق الكواكب وهو اللي خالق اللي ماشي واللي راكب والمشارق والمغارب، فكله خاضع لإرادة الله. ده علم الفلك اللي هو القوانين اللي حطها لنا على الأرض في شتاء في صيف في ربيع في خريف، والتوقيتات دي لاستدامة الحياة ودوران عجلة الحياة. لازم نمر بالشتاء وبالصيف وبالخريف وبالربيع، قوانين كونية. ايه هي الطاقة الغير مرئية؟ الطاقات غير المرئية هي كل ما يؤثر فينا ولا نراه. يعني إذا كان حضرتك أنا بطاقة الكلمة أقدر أثر عليكي وارفع درجة الحرارة وضغط الدم بكلمة، فالكلمة كده طاقة غير مرئية. الحسد المذكور في القرآن يعتبر طاقة غير مرئية، ولها أشكال كتير ومتعددة، منها الدعاء اللي بيغير القدر، دي طاقة غير مرئية. توقعات الأبراج بتتعرف ازاي؟ لا ده موضوع كبير. يعني حركة الكواكب لها تأثير على الأرض وعلى الناس. أحكي لك مثلا مثال بسيط كده. عندنا كوكب اسمه زحل. زحل ده المعلم الصارم، بيسموه كوكب النحس، لكن هو كوكب الانضباط. يعني ده دورته على الأبراج لما بيقعد 2.5 سنين في 12 برج يعمل 30 سنة. يعني عبال ما يلف اللفة بتاعته كده ويرجع لمكانه 30 سنة. وكثير من الناس ففهم عن الله تعالى مراده، فنظر إلى الفلك ورصد مجموعات النجوم، وتأسست في تاريخ المسلمين مراصد الفلك وعلم المدار السماوي، فتحولت إشارة القرآن الكريم من كلمة إلى قيمة إلى مؤسسة إلى حضارة. تأثيره إيه مثلا لما يخش برج الميزان؟ التأثير بتاعه لابد أن يتغير نظام الحكم في مصر. وما دام قلنا قوانين يبقى ده لازم يحصل، ما دام قلنا قانون. طيب هو بيخش كان في برج الميزان سنة 2011. طيب لو أنا حطيت 30 سنة على 2011 هتبقى 2041. ممكن أسمح لنفسي وأقول سوف يتغير نظام الحكم في مصر في 2041. بس أنا عشان أكون صادق مع حضرتك ومع الناس المشاهدين أو مع من بيتلقى المعلومة يعني ويقدر يستوعبها، بدل ما أتوقع 2041 وأنا ممكن ما بقاش موجود فمحدش يعرف يمسك عليا واحدة، عشان التوقع بعيد شويتين، ما هوش السنة الجاية. لا أنا هرجع ما دام الموضوع محكوم أشوف التاريخ هيقول إيه رأيه في الموضوع ده. هرجع 30 سنة من 2011 لما زحل دخل برج الميزان المرة اللي قبل كده. هل تغير نظام الحكم في مصر؟ ده من 10، لو رجعنا من 10 سنين فاتوا. لا لو رجعت 30 سنة يعني من 2011. أنا أقصد ال10 سنين اللي فاتوا كان من ضمن ال 30 سنة اللي جايين. لا هو زحل كان في برج الميزان. هو كل ما يخش برج الميزان لابد أن يتغير نظام الحكم. أنا لما جيت جمعت 30 جمعتهم على 2011. طب أنا بقى مش هتوقع لقدام، أنا هشوف التاريخ بيقول إيه. هخصم 30 من 2011 هلاقيها 1981. مشي أنور السادات وجه حسني مبارك. بس أنا بسرعة هبادر قبل ما حد من المشاهدين يقول ما يمكن صدفة أو حضرتك ما يمكن صدفة. لا أنا هرجع دورة تاني 30 سنة من 81 نلاقي نفسنا 1952. المفروض دي 1951 بس احنا عندنا 29 سنة ونص بالظبط، فتيجي 52. فطبعا مشي الملك فاروق وجه جمال عبد الناصر، محمد نجيب فجمال عبد الناصر. طيب برضه هقول يمكن صدفة. انا عايز التاريخ بقى ياكد لي ان هي فعلا دوره حقيقيه. كل ما زحل يخش المكان ده لابد ان يتغير نظام الحكم في مصر. وانا هنا بوري لك تاثير زحل مش على بني ادم، على دوله. تمام. طيب 30 من 1952 1922
طبعا كان قبلها سعد باشا زغلول، ونفوه والشعب عمل ثوره وما هديوش غير لما رجع، ونلاقي اعلان استقلال مصر 1922. ده تغيير برضه في النظام. وعايز اقول النظام مش الرئيس، لان انا في حلقات تانية بخص بها الرؤساء، لكن انا بتكلم عن النظام، السيستم، النظام. يعني تلاقي الحاشيه بتاعت حسني مبارك غير الحاشيه بتاعت انور السادات غير الحاشيه بتاعت جمال عبد الناصر. السيستم والناس اللي شغاله معاه بيتغير للاحسن للاوحش، مش ده موضوعنا، لكن بيبقى في تغيير للنظام او للسيستم بالنسبه لحكم مصر كل 30 سنه، او بمعنى ادق كل ما يخش برج الميزان. طيب كمان اخصمي كمان 30 سنه تلاقي ابراهيم باشا بن محمد علي شاركوا في حكم مصر الى ان تصل ل 1805 كان نهايه عهد المماليك وبدايه حكم محمد علي ولا على مصر. يبقى انا دلوقتي لما اعرف ان زحل هيخش برج الميزان بعد 30 سنه من 2011، انا ممكن اقول له توقع، والناس ممكن تقول بقى ايه يعني ايه التوقع ده بقى، هيحصل ولا مش هيحصل؟ دي قوانين كونيه، وربنا هو اللي بيمشي الكواكب، وربنا هو اللي عامل الإحكام والدقة. وإحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنركز على كلام ربنا أو على الإشارات القرآنية. إلى قيمة، إلى مؤسسة، إلى حضارة. تأسس مرصد أصفهان في القرن الخامس الهجري، وكان فيه 40 فلكيا من عباقرة المسلمين، ورصدوا أجرام السماء حتى حددوا مدة دورة زحل حول الشمس ب30 سنة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل أعوذ برب الفلق من شر، خدي بالك من الألفاظ، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق يعني القمر، إذا وقب يعني إذا اختفى. ده يعني لنا فلكيا إيه؟ وقت المحاق. يعني ايه القمر بيختفي امتى؟ كلنا نعلم ان القمر يولد هلالا ثم ياخذ في الزياده الى ان يكتمل بدر ثم ياخذ في النقصان اخر يومين في الشهر العربي. ربنا بقى مش محمود الشامي بيقول لك اليومين دول فيهم شر، بيستعين بربنا واستعيذي من كل شر. فدي اشاره. انا شغلتي كلها او وظيفتي كلها ان انا عارف ان المحاق ده بعد اسبوع او بعد اسبوعين، او فبقول لك خلي بالك بعد 15 يوم يعني استعين بربنا في مشكله في بروبلم بس. لكن هي الاشارات اللي بناخد منها ازاي انا اتوقع انك انت هتبقي محتاجه انك انت تستعيني بربنا او تدعي ربنا. امتى هيبقى زحل هيخش برج الميزان، امتى زحل هيخش برج الجدي، ولما بيخش الجدي بيعمل ايه، ولما بيخش القوس بيعمل ايه، وهكذا. فخلاص التاريخ نفسه، لان الفلك علم كسبي. يعني ايه علم كسبي؟ مش بيكسب فلوس، لا، علم كسبي مبني على معلومات، ده بيؤدي بينا لاستنتاجات. ده اصول العلم الفلك. عندنا في فيثاغورس درس فلك، جابر بن حيان درس فلك، كل العلماء اللي الحضاره الغربيه قامت عليها اخذوا من العلوم وسموا علمائنا اللي سموها ابو الكيمياء واللي سموها ابو الفيزياء وكان لهم البراعه، كلهم دارسين فلك. والحضاره الفرعونيه انت لو رحتي معبد دندره هتلاقي فيه في القبه بتاعتها الزودياك، الخرطه الفلكيه، القمر. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وجعلناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى انا دلوقتي لما اجي اتوقع، وهنا هخش في سؤال تاني حضرتك سألته لي، ايه الفرق بين العلم والغيب؟ عايز قبل ما اروح لدي اقول لك ان انا لما باجي اتوقع، ربنا قال في حق الشمس والقمر، قال بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرحمن والشمس والقمر بحسبان. وكلمة بحسبان يعني بدقة متناهية. يبقى انا لما اجي اتوقع دلوقتي في شهر 4 اللي جاي في كسوف، وفي ابريل في خسوف، وشهر 8 في ايه، وتلاقي ساعة اليوم اللي أنا حددته ده هو بالساعة الناس بتطلع بالنظارات المعظمة وتسجل الظاهرة. أنا بربط الأحداث بظاهرة الكسوف. ليه؟ أثناء الكسوف بيحصل تمرد، يحصل ثورات، تحصل حروب، تحصل مشاكسات. طيب أتعامل مع ده إزاي؟ لقيت في صلاة اسمها صلاة الكسوف المماثلة لصلاة الاستسقاء. وفي وضعيه تاني وقت تمل قمر بدر لقينا رسولنا الكريم بيقول صوموا 13 و14 و15 من كل شهر عربي. انت لو سالت اي شيخ او اي رجل دين احنا ليه بنصوم ال3 ايام دول، يقول لك عشان سنه. لكن العلم
ليه كلام بيؤيد السنة وبيؤيد القرآن، ولكن له رؤية أو فلسفة في الأمور. فنلاقي العلم بيقول إن احنا لما يجي واحد يكتمل نموه، شاب كده يكتمل نموه، يبقى عنده طاقة فايرة وعايز يتجوز وما معهوش فلوس، فنسمعه الحديث اللي بيقول ايه؟ من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. اذا هنا الصيام بيهدي من الطاقة وبيهدي من الخلل اللي الانسان ممكن يواجهه اثناء اكتمال القمر بدر. طب انا بقى لازم اسال نفسي، كتب عليكم الصيام اللي هو صيام رمضان. ايوه. الصيام من طاقة بتدحض الطاقات السلبية او الخلل اللي موجود في الكون في الوقت ده. يبقى دي اشارات قرآنية اللي هي ايام 13 و14 و15. الدين بيؤيدوا العلم، تمام. التاريخ بيؤيد الاثنين، الثلاثه دول لو ما بصمريش على الحقيقه اللي انا بتكلم بيها مش هيبقى في اي جدوى من كلام. تمام. ايه الفرق بين الفلك والدجل والشعوذه؟ علم الفلك، انا يكفيني ان شيخ الازهر او مفتي الديار يعني بيجي لما يستطلع هلال الشهر مثلا رمضان او العيد او شوال، بيقول ثبت فلكيا، ما قالش فنجانيا، ما قالش وداعيا، ما قالش رمليا، ما قالش قال فلكيا. اذا لابد ان ننظر للفلك كعلم ويحترم. لما مفتي الديار يقول ثبت فلكيا، وعندي يعني شوفي مفتي الديار بيقول احنا بنستعين بعلماء الفلك مصاحبين لينا في كل الاستطلاعات بتاعتنا، يعني الجانب الديني والجانب الفلكي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دار الافتاء المصريه لها منهج معين من قديم، ان احنا بنستعين بالعلم، وده رجوع الى التخصص ايضا. ان شيخ المفتي الديار لما بيجي يستطلع الهلال وما بيلاقوش بالنضاره المعظمه، كلام خطا، كلام خطا، غير مجمع عليه شرعيا. العلم ده بنستخدمه في رؤية ليس في هلال شوال ولا في هلال رمضان، ده في كل الأشهر. احنا على فكرة كل الأهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني نحن عندنا الآليات المختلفة، ومنها وأولها الحسابات الفلكية. والحسابات الفلكية الآن حسابات قطعية وليست ظنية، لأننا نعلن مسبقا ميعاد الكسوفات الشمسية والكسوفات القمرية. ان شيخ المفتي الديار لما بيجي يستطلع الهلال وما بيلاقوش بالنضاره المعظمه، كلام خطا، كلام خطا، غير مجمع عليه شرعيا، وهو ما وافق الحسابات الفلكية العلمية. وتنفيذا لهذا الأمر الإلهي استطلعت دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. كلام خطأ، كلام خطأ، غير مجمع عليه شرعيا. في كل الشهور احنا بنطلع ونشوف الهلال، بس معنا مصاحب معنا العلم. نحن لا ننطلق من فراغ. كلام خطأ، كلام خطأ، غير مجمع عليه شرعيا. فمعهد البحوث الفلكية، هيئة المساحة، بيكونوا معانا ملازمين لنا في كل شهر من الأشهر. كليات عديدة أقسام الفلك في الكليات في الجامعات المختلفة، ونحن نستعين ونتعاون مع الجميع. كلام خطأ، كلام خطأ، غير مجمع عليه شرعيا. لكن لو قال علم الفلك الهلال موجود بالفعل، لكن مكسه الزمني هو يساوي دقيقة ولا دقيقتين ولا 3 ولا 4 ولا 5، فنقول لهم طيب هل يمكن أن يرى؟ قال لك لا، يتعذر في هذه الحالة تتعذر الرؤية. كلام خطأ، كلام خطأ، غير مجمع عليه شرعيا. وبناء على ذلك إذا قال الفلك علم الفلك بأن الهلال لم يولد ولا يمكن تبعا لذلك لا يمكن أن يرى، نحن في هذه الحالة لا نصدق أي أحد يقول إنني رأيت الهلال. طب ما لما رجال الدين بتوعنا يحترموا علماء الفلك، طب احنا عندنا الشيخ الشعراوي قايل يا علماء الكون يا علماء الشرع ما تفتوش في كل حاجة، خلوا علماء الكون مع نفسهم، ما تتدخلوش في شغلهم، لأن علماء الكون هم الذين يمدون علماء الشرع بالأدلة على وجود الله. وقال يا علماء الشرع ما تتدخلوش
مع علماء الكون. وقال كمان سيدنا الشيخ الشعراوي إن عالم الكون أو علماء الكون هم الذين يمدون علماء الشرع بالأدلة على وجود الله. الله، معقولة الكلام ده؟ ده قال كمان حاجة، إنه إن ربنا لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصود علماء الكون مش علماء الشرع. ما تيجوا نشوفوا سوا. قال بعدها إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في إيه يا ربنا؟ ده أنت ما جبتش حكم شرعي، في علماء الكون. وعلماء الكون هم الذين يمدون علماء التشريع بالأدلة على وجود الله. ولذلك يقول ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. إذا العلم الكون هو اللي بيدينا المادة اللي باسم تبقى إن فيه إله. رحمة الله عليك يا سيدنا ومولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي، الله يرحمك ويحسن إليك. كنت عالم ما كانش في منك. شفنا مع بعض الفيديو الشيخ الشعراوي. في فرق بين علم وعندي الدكتور، معلش بعد اذن حضرتك، عندي الدكتور مصطفى محمود بيتكلم وبيقول ان اثناء الكسوف والخسوف، بما اننا اتكلمنا عن الكسوف والخسوف، بتحصل عند الناس خلل في عقولها. والدكتور مصطفى محمود يعني راجل عالم وراجل كلنا نقدره ونحترمه يعني. طب نطلع نجهز الفيديو ونرجع تاني. اوكي، ما تيجوا نشوف الدكتور مصطفى محمود وهو بيقول انه لما بيحصل كسوف وخسوف الناس بيجي لها اضطرابات عقليه. تعالوا عشان نشوف التأثير العلمي على ان الكواكب لها تأثير على الارض والناس، ونكمل كمان على اللي قاله الدكتور مصطفى محمود. لاحظوا ايضا ان في فترات نشاط الكلف الشمسي بتحصل هنا على الارض، زوابع واعاصير واضطرابات في الطقس واضطرابات عقليه عند الناس، يعني تزيد حالات الجنون والهستيريا والتوتر النفسي. ودايما الحروب بتحصل في فترات نشاط الكلف الشمسي. وشفنا مع بعض فيديو الدكتور مصطفى محمود. دكتور محمود، في فرق بين العلم بالغيب والفلك؟ طبعا. اولا الغيب نوعين، في غيب نسبي وفي غيب مطلق. ايه هو الغيب المطلق؟ اللي هو بتاع ربنا ما حدش يجي ناحيته. الغيب المطلق ده اللي هو ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. الله، ده ربنا بيقول لنا ان الناس اللي هيبقى راضي عليهم اللي يؤمنوا بالغيب. الغيب اللي هو ايه بقى؟ الجنه والنار. لان ما حدش راح شاف الجنه وجه قال لنا، وما حدش راح على النار وجه قال لنا. يبقى ده بالنسبه لنا غيب، لابد ان نؤمن بان هناك جنه وهناك نار. ده الغيب المطلق. اما الغيب النسبي فده اللي هو يندرج تحت علم الانسان ما لم يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يبقى اذا هناك مشيئه، والعلماء ورثه الانبياء. فالامور دي كلها بتحطنا باننا لو في سحابه فوق ليبيا على ارتفاع 5 كيلو بسرعه رياح 50 عقده في الساعه بجاذبيه ارضيه مرتبطه بكثافه السحابه، وانا قلت لك بعد 3 ساعات هتشتي في مصر. والرياح كانت غربيه شرقيه، وفعلا بعد 3 ساعات شتت في مصر. هل هذا غيب ولا علم؟ كده علم مبني على كثافه للسحابه وارتفاع وسرعه ريح، فدي تقديرات علميه. ما اقولش بقى ده غيب، ده انت قلت هتشتي بعد 3 ساعات وحصل انها شتت بعد 3 ساعات. لا، لازم نفرق ما بين الغيب النسبي والغيب المطلق وما بين العلم. ومحدش فينا يقدر ان ربنا علمنا ويعلمكم الله وعلم الانسان ما لم يعلم، وان الله يرفع الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. قلنا كلنا عارفين ان الدعاء بيغير القدر. قلت لي بس في دعاء معين او في كلمات معينه اللي هي ايه؟ شوفي، اولا اسماء الله الحسنى حضرتك لك اسم خاص، كل اسماء الله الحسنى خير وبركه، ولكن حضرتك بحسب اسمك واسم والدتك لك اسم واحد تدعي بيه بعدد معين عشان تحصلي على طاقه معينه وترددات معينه وذبذبات معينه. تدعي ربنا يستجاب لك. طب اعرفه ازاي الرقم؟ ما انا هقول لك، بس بديكي توثيق. اشمعنى اسماء الله الحسنى؟ هقول لك لان ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذ سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، استجب واجيب. وما سبناش، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. معنى كده ايه؟
ان الملحد الحقيقي هو اللي ما يعترفش بفاعليه اسماء الله الحسنى. ليه اسماء الله الحسنى 11 اسم؟ هما مش 11 اسم يعني ارتبطت بالرقم ال 11. برقم 11. ده احكام من عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يعني القرآن ده معجزة. يعني احنا مثلا طلعنا بالعلوم دي عدد ركعات صلاة الصبح والظهر والعصر، لأن ما فيش آية في القرآن بتقول لك إن الفجر ركعتين والظهر 4. ولكن لما بنيجي نشتغل المعادلة ديت بمساعدة الرقم 19 بيطلع لنا الفجر ركعتين والظهر 4، مع إن كلمات كلمة الظهر تختلف عن كلمات العصر، تختلف عن كلمات العشاء، ولكن لما تيجي تحول الحروف دي الأرقام كلها تطلع 11، ورقم 11 يعني أحد أحد. دكتورة نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل. دكتور محمود، عايزين برضو نعرف سر ارتباط رقم 11 بأسماء الله الحسنى. هو في الحقيقة في ضوابط كتير في القرآن الكريم، وبما إنه القرآن معجزة وجه باللغة العربية إعجاز لمن هم يتكلمون اللغة، ربنا سبحانه وتعالى حط لنا حكم وضوابط في هذا القرآن. يعني مثلا قلت لك قبل الفاصل إن احنا قدرنا نعرف عدد ركعات الظهر اللي هي ركعات الصلاة، كمان كل الأعداد الذرية والأوزان الذرية لكل العناصر الكيميائية اللي ذكرت في القرآن بنلاقيها في رقم الآية ورقم السورة. ده إعجاز. يعني الحديد، سورة الحديد تجيب العدد الذري والوزن الذري بتاعه من رقم الآية ورقم السورة. الذهب شوف الآية بتاعته فين، بيجي من الرقم ده. بيعتبر ارتباط الحروف بالأرقام، وده ليه دلالة. يعني مثلا انت لما بتيجي مثلا تختم الصلاة، اشمعنى سبحان الله 33؟ ليه مش 30 وليه مش 35؟ العدد ده مهم، العدد بالتكرار. علشان كده انا قلت لك انت ليكي اسم معين من اسماء الله الحسنى بعدد معين، لان الاعداد دي مهمه جدا. والارقام لا تخطئ. يعني 1 زائد 2 يساوي 3. لو رحت بيهم امريكا وجيتي تجمعهم هناك هتلاقيها 3. لو رحت استراليا هتلاقيها 3. قريه من القرى، نجع من النجوع، كفر من الكفور. في اي مكان في العالم علم الارقام ما ينفعش نجادل فيه. علم الارقام مبني عليه النسبه والتناسب، مبني عليه الكيمياء، الفيزياء، الارقام، كل العلوم. والسؤال هو اصل العلوم. ازاي اعرف رقمي باسماء الله الحسنى؟ بنحول في جدول معين اقدم من الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه لما نزلت الرساله راحوا قالوا له احنا عرفنا عمر الرساله بتاعتك قد ايه. قال لهم قد ايه؟ قالوا له 71 سنه. قال لهم ليه؟ قالوا له القران بتاعك بدا بألف لام ميم، فالألف ب1 واللام ب30 والميم ب40 يبقى 71. يعني عمليه حسابيه. المقصود ايه من الكلام ده؟ ان العلم ده قديم، الجدول ده قديم. فأنا على سبيل المثال الأستاذة ماجدة الميم ب4 والألف ب1 والجيم ب3 والدال ب4 بجمعهم بيديني رقم. لو اداني 1 يبقى برج الأسد، يبقى أنت برجك الأسد. لو اسمك اداني رقم 1. طب لو اسمك اداني رقم 2 يبقى السرطان. طب لو اسمك اداني رقم 3 يبقى القوس. طب لو ده القوس مش البرج بس، ده برج وكوكب. يعني الأسد مرتبط بالشمس، السرطان مرتبط بالقمر، 3 المشتري مرتبط بالقوس وبجوبيتير المشتري يعني، 4 أورانوس، 5 عطارد اللي هو الجوزاء يعني. أيوه. وهكذا. يبقى أنا عندي أعرف برجك من اسمك عن طريق إن أنا أحول اسمك لأرقام. قلت لي إن كل شخص فيه ليه 3 أبراج. الأول قبل ما أنسى وهجاوب حضرتك على السؤال بتاعك، عايز أقول لك يعني إيه أنا رقمي يطلع 9 فانت تحكم عليا وتقول لي انك انت مسيطر ومهيمن. تعالي نشوف العدد نفسه. العدد جسد وروح. طيب جسد اللي هو شكله، طب الروح بتاعته. لو انا جيت اسمي يحمل رقم 9 واتجوزت واحده اسمها بيحمل رقم 9 وصاحبت واحد اسمه يحمل رقم 9 وقعدت في مكان اسمه يحمل رقم 9، رقم 9 رقم قوي مرتبط بالمريخ كوكب الحرب والنار. طيب تفسير ده ايه؟ العدد نفسه قوي. طب عايز اشوفه قوي ازاي؟ لو انا جمعت 9 و9 بكام؟ الاثنين في 9 يعني. الاول الواحد في 9 ب9. طب الاثنين في 9 18. اجمعي احد على عشرات يديني 9. ازاي برضه؟ 1 و8 كام؟ 9. الاول الواحد في 9 ب9. طب الاثنين في 9 ب18. اجمعي 1 على 8 يديكي 9. طب 3 في 9 27. طب 7 و2 9. طب 4 في 9
36 6 و3 9. طب 5 في 9 ب 5 و4 9 الى ما لا نهايه. ده عدد ودي صفته. لما الانسان بيحمل روح هذا العدد في اسمه بيكون شخصيه قويه ومسيطره، عكس الرقم 8. فرقم 8 لو جينا نشوف ننفذ نفس القاعده عليه، بتعدي بالحروف صح؟ نفس القاعده عليه. الواحد في 8 ب8. طب هنعمل فيه زي ما عملنا في 9 كده. تمام. طب الاثنين في 8 يعني انا مثلا اسمي عامل 8، اتجوزت زوجه اسمها عامل 8، حالتنا تقل، الناتج بتاعنا يقل، مش هيبقى ثابت زي رقم 9. طب صاحبت واحد عامل 8، النحس يجي كمان شويه. طب قعدت في مكان عامل 8، النحس وهكذا. تعالي نشوف العدد. الواحد في 8 ب8، يبقى الاثنين في 8 ب16، 6 و1 7. الناتج قل. لما ضاعفت ال8 الناتج بقى 7. طب ما ده كده نضاعفها كمان مره، ال3 في 8 ب24، 4 و2 6، قلت عن ال7 وقلت عن ال8 وهكذا. يبقى اذا هنا الارقام اللي بيشيل رقم معاه، وبعدين الانسان عباره عن رقم. حضرتك عباره عن رقم. جيتي ليكي زوج معين، ليكي عدد اولاد معينين، ليكي عدد اصدقاء معينين، مرتبك رقم، العمر بتاعك رقم، حياتنا كلها ارقام. وعلم الارقام يحترم يعني ما فيهوش غضاضه. برضه ارجع لسؤالي، كل شخص له 3 ابراج ازاي؟ حضرتك البرج اللي من تاريخ الميلاد ده، يعني لما اجي اقول مثلا توافق ما بين العذراء والقوس مثلا، اقول ما فيش توافق. ده غلط. ليه غلط؟ لان الواقع بيقول انهم صح ومتوافقين وبيحبوا بعض. النسبه 20%. لو انا عندي دلوقتي نسبه 20 ونسبه 80، ايهما يطغى؟ ال80. لو عندي شعاعين نور، واحد احمر وواحد ابيض، وعندي ال80% احمر وال20% ابيض، اللون اللي هيبقى عامل ايه؟ الكتير اللي هو ال80%. أيوه. طب نفترض انك انت برجك معارض لل80%، يبقى الواقع يقول ان في توافق بينك وبين الاخرين. لان لازم افحص النسبه دي، ما اسيبهاش كده، ما اقولش البرج العقرب وخلاص او الحمل وخلاص. جوازاء مع ما ده اللي احنا بنعمله، احنا محدش فينا كل ده عارفين. لا غلط. غلط. الحسبه الصحيحه والمظبوطه بتقول ان الانسان له برج من تاريخ ميلاده بنسبه 20%، وله برج من اسمه بنسبه 20%، والطالع 60%. دول 3 ابراج. اما اجي اعمل توافق ما بين شخصيتين لازم ابقى اراعي النسب دي، ما اجيش على البرج وقف اللي هو بتاع تاريخ الميلاد. كلامي مش هيبقى دقيق. تمام. مش هيبقى واخد السنتر بتاعه. دكتور محمود، ايه هو الغالب والمغلوب وازاي بتعرفه؟ الغالب والمغلوب من قديم الزمان ومن قديم الأزل، من موسى وفرعون وقابيل وهابيل، والتاريخ والمراجع العلمية بتقول إن فيه اسم بيغلب اسم، أو بالأحرى رقم بيغلب رقم. فإحنا عندنا جدول بنمشي عليه ومحترمينه، والكلام ده جاي من بدري من زمان. أنا ضفت بعد كده دراسة على جورج بوش وصدام حسين، فكان اسم صدام بوش بيغلب اسم صدام حسين. اتنقلت بعد كده وعملت اسم رئيس بتاع ده اسرائيل، وزير الدفاع الاسرائيلي كان اسمه ايه لو تفتكري، وما بين وزير الدفاع المصري كان عبد الحكيم عامر. فلقيت اسم وزير الدفاع الاسرائيلي بيغلب اسم وزير الدفاع المصري. عدت نفس الدراسة على وزير الدفاع الإسرائيلي، كان هو على فكرة مع أحمد إسماعيل تقريبا في 73، فطلع أحمد إسماعيل اسمه يغلب اسم، كان موشى ديان تقريبا. تقريبا موشى ديان. فالأسماء ده علم والأرقام محكومة. يعني أنا ممكن أعرف دلوقتي مين الغالب والمغلوب بينك أنت وجوزك. إزاي؟ انا جيت اشوف ده عليا انا والمدام، فلقيت اسم المدام بيغلبني. ازاي برضو عشان انا اعرفها؟ ده انا مشكله، ده انا خدت مني وقت. ازاي انا في البيت السيد وطلباتي مجابه والكلام ده، ازاي بقى ايه يعني، ازاي هي اسمها يغلبني؟ قعدت ادقق في الموضوع. فجيت في مره بتقول لي عايزين نروح نزور البنت ونودي لها الموسم وكده، انت عارفه العاده بتاعتنا المجتمعيه. فقلت لها انا مش فاضي وبتاع، وروح انت. فراحت معيطه وقالت لي دي فرحتها وبابوها وهو داخل عليها، ده مش عارف ايه. اجبرتني واضطررت
انه لا هنروح بس مش هنغيب. قالت لي ماشي. وطبعا كانت فرحانه ورحنا شفنا البنت وودينا لها حاجتها. المقصود ايه؟ ان سواء تغلب بكلمه سواء تغلب بدمعه، باسلوب بقى، اسلوب مش لازم يعني يكون. فهو ده الغالب والمغلوب. الغالب والمغلوب ده بنعرف في رؤساء الجمهوريات مين ينجح ومين ما ينجحش. وانا عامل مناظره من قبل السيسي ما يمسك للسيسي، وتوقعت ان هو جاي، والفتره اللي احنا فيها توقعتها. توقعت كورونا من قبل ما تحصل من 2019، وكل ده مسجل على اليوتيوب. سنه من السنين توقعت، وده اجابه السؤال اللي قلناه في الفاصل. سالتيني ايه التوقعات بتاعتك ال10 سنين اللي فاتوا. يعني في سنه من السنين قلت مرتضى منصور ياتي بالدوري للزمالك، وفعلا جاب فعلا كان بقى له 11 سنه وجبته وهو في الاعلام وبيقول الزمالك بقى له 11 سنه ما خدش لا دوري ولا كاس. طيب لدرجه الناس اللي كانت بتصورني وقعوا نفسهم بيضحكوا عليا على التوقع بتاعي، ما كانش خد حاجه 11 سنه. وبعدين تيجي تقول لي ده مرتضى منصور هيجيب الدوري للزمالك، يعني مش الزمالك هياخد الدوري، لا ده مرتضى اللي هيجيبه. وقد حصل. كان في سنه تانية من السنين قلت جريمه داخل الكنيسه محورها رجال الدين. فلقيت التوقع حصل، ولقيت قسيس قتل قسيس، وده نادرا ما بيحصل. في سنه تانية برضو قلت فضيحه مخابراتيه عربيه. فجاه وانا قاعد قدام التلفزيون بسمع الاخبار لقيت مصورينهم كده بتوع المخابرات وهم داخلين السفاره السعوديه في تركيا وهم خارجين، وكشاكي دخل هم خرجوا وكشاكي ما خرجش، وبقت فضيحه. انا ما يهمنيش الموضوع نفسه، انا يهمني ان انا توقعت فضيحه. ففعلا اتكلم عن الحدث ده بوتين، على ترامب، على العالم كله كان بيتكلم على الموضوع ده. فالتوقعات الحمد لله اشكر ربنا على مدار ال 12 13 سنه اللي فاتوا، والحمد لله يعني ربنا مقدرني. بما اننا بقى وصلنا للتوقعات، 2023 حصل فيها حاجات كتيره وكوارث وزلازل وحصل فيها حاجات كتير ممتده معانا في 24. هو عشان بس نبقى دقيقين في الكلام بتاعنا، بدايه السنه الفلكيه 21 مارس، يعني هيمتد معانا لغايه مارس نفس الاجواء بتاع 2023. امتى تبدا الظروف تتغير؟ من 21 مارس. اول دقيقه او اول ساعه لبرج الحمل نبدا ناخد بقى ماتيريال تاني للحياه وللدنيا اللي احنا عايشينها. لانه احنا هيصادف ده كمان ان في 24 هيتنقل بلوتو كوكب الانقلابات والتقلبات، كوكب الموت من اجل الولاده، كوكب الهدم من اجل البناء. بلوتو بقى له 21 سنه في الجدي، في 24 هيخش الدلو ويرجع الجدي، ويرجع يخش الدلو وهكذا. لكن هيستقر في برج الدلو لمده 21 سنه من نوفمبر 2024. التوقعات العامه لسنه 2024 هو امتداد لان هي الحقبه كلها 5 سنين على بعض، هي نقله. هتلاقي تقلبات، تغيير لوعي الناس، تغيير لمفاهيم الناس، ما عادش خلاص وداعا لكل ما هو تنبل. اللي هيشتغل هيعيش، واللي هيطور نفسه وياخد التكنولوجيا سلاح معاه، لان عصر الدلو ده عصر الاستقلاليه، عصر التحرر، عصر الثورات، عصر الانقلابات. يخشوا بقى بلوتو بتاع الهدم من اجل البناء، لا هتبقى طلعه جامده وتطور خطير، وهتلاقي السيطره والهيمنه هترجع لكل ما هو هوائي. لكل ما هو ايه؟ هو بدأ 2023 بالنسبه للتكنولوجيا 2020 يعني قصدي بالذكاء الاصطناعي بدايته من 2020. لانه حصل ان احنا عندنا حاجه اسمها حكام الزمن. حكام الزمن اللي هم زحل والمشتري، دول بيتقابلوا كل 20 سنه بيعملوا قران. موضوع القرانات ده يعني القران لما يحصل كل 20 سنه يقعد 200 سنه في نفس البرج او الفصيله. بمعنى انه هو دلوقتي في عصر الدلو، عصر الهوى، فالقران الاولاني حصل في الدلو، القران الثاني يحصل في الجوازاء، القران الثالث يحصل في الميزان، ويرجع تاني جدي دلو. ما يحصلش، ما يتقابلوش في حته تانيه، يتقابلوا في ابراج هوائيه للعصر اللي هم فيه. امتى يتنقل بقى للحوت او العصر المائي؟ بعد 200 سنه.
الجزء بقى اللي اغلب الساده المشاهدين مستنيينه، الابراج الاكثر حظا في 2024. شوفي، العوامل المساعده للسعد: كوكب جوبيتير المشتري، كوكب الصحه والسعاده والسرور، كوكب الفرح والمرح، موجود في برج الثور من نص 2023، وهيقعد في برج الثور لغايه مايو، اخر مايو تحديدا، لغايه يوم 25 مايو في برج الثور. هيتنقل بعد كده لبرج الجوزاء. في النص الاولاني من 2024 هتبقى اكثر الابراج حظوظا هي الابراج الترابيه، اولهم الجدي، تانيهم الثور، ثالثهم العذراء. طب كويس ان احنا حظنا يعني كويس. بس بعد مايو هيبقى في الجوزاء، فيبقى الدلو من اكثر الابراج حظا، وهيبقى الجوزاء، وهيبقى الميزان. طيب بالنسبه للابراج بقى، نبدا بقى ببرج الحمل كده، حظه في 24. الاضواء مسلطه على برج الحمل في 2024 على بيت المال لغايه نص 24. يعني يبدا ياخد فلوس. جوبيتير السنه اللي فاتت، يعني النص الثاني، كان موجود في المشتري. المشتري ده بيزور البرج كل 12 سنه، يعني دورته ما يقعد سنه في كل برج، يبقى ما يعدي على ال 12 برج يبقى ب 12 سنه. يعني برج الثور المشتري عنده اللي هو كوكب السعد، ويعني مظبطه و100 100، يحس بالحاله الماليه لما يخش الجوزاء اللي هو يعتبر بيت مال الثور. طيب بالنسبه للحمل، هو دلوقتي موجود في الثور بيت ماله. طيب لما يروح الجوزاء اللي هو النص الثاني، يعني يبقى دخل في بيت الاقارب والاخوات، هيدعموا ده بقى في العلاقات وفي المفاوضات، ويحل مشكله يطلع منها بمكسب. يعني الخير، سنة كويسة، الخير كله يجي له من علاقات القرابه، ومن الزيارات البسيطه، ومن المناقشات والحوارات. كلما تكلم كلما كسب. طيب البرج الثاني بقى، برج الثور، سنته السنه دي، وزي ما قلت ما بيجيلوش المشتري غير كل 12 سنه، يعني يحظه ويهناه ابراج الثور. ممكن يكونوا سددوا ثغرات ومش حاسين بنعمه المشتري، لان هو نمره واحد بيروح مسدد ديون، يعني بيخلي الواحد في حاله اللي هو يلملم اموره. امال امتى بقى يقبض بقى ويتمتع؟ لما يخش البرج اللي بعده اللي هو يعتبر بيت ماله. فالنص الثاني بالنسبه للثور مال وحدث ولا حرج. اما النص الاولاني فهو تكمله ترميم ذاته وحياته. نيجي لبرج الجوزاء، النص الاولاني في البيت ال 12 جوبيتير في برج الثور، بيعيش حاله من الروحانيات. بص تلاقي بتوع الجوزاء لغايه شهر مايو يحبوا يروحوا المساجد، كنايس، يحجوا الاماكن الروحيه. طيب النص الثاني هيدخل لهم بقى ايه؟ المشتري يبدا يرمم حياته، ويبدا الثغرات اللي عنده يسدها الى ان الى ان يذهب للسرطان فيبقى بيت مال. البرج اللي بعده برج السرطان عنده مساعدات وعنده دعم، وبرج السرطان بتعتبر سنه الرفعه، سنه المتعه. النصيحه لبرج السرطان: غرد في سرب لا تغرد منفردا، اعزف في جماعه لا تعزف منفردا، فالبركه في الجماعه. ده بالنسبه للسرطان. تمام. البرج اللي بعده برج الاسد. برج الاسد الاضواء مسلطه على العمل وعلى المهنه وعلى علاقته باحد الوالدين. نقول له خد بالك من سمعتك، الخير جاي لك من هنا، حافظ عليها على قد ما تقدر. خد بالك من مهنتك، الخير جاي لك من المهنه. فدقق في الحاجات الصغيره، في التفاصيل، لان كلنا عارفين طبعا ان الشيطان بيكمن في التفاصيل. برج العذراء، النص الاولاني التخلص من كل الذيول لاي قضيه. طبعا ما اقصدش قضيه تبقى محكمه، اقصد قضيه موضوع، اي مشكله، اي موضوع يعني. في ديول، قضايا كده كانت واقفه شويه، متعطله شويه. الدراسات العليا ينجح فيها جدا جدا. السفر البعيد لو عايز يسافر هيسافر، ده الوقت المناسب للعذراء بالنسبه للسفر. طيب بعد مايو هتتغير العمليه،
ياخد محل التاني اللي قبل منه، والعمل تمام. هتبقى وضع يعني حدث ولا حرج. ده في النص التاني خلص العمل، الخير هيجي من العمل، هتنشطي، الاعمال هتبقى كتيره، فيها تطور. نصايح بقى فيها تطور. يعني البرج ده يعني توصى بيه شويه يعني شو. انا هدي نصيحه لكل الابراج. العذراء يعني هو ذكي، هو والجوزاء، بس بيقعوا في المصيده. المشكله الداهيه الكبيره ان هم عارفين ان هم اذكياء، لان هم مرتبطين بكوكب الفكر اللي هو عطارد. اي حد جوزاء او اي حد عذراء، شوف انا لمست دلوقتي درجه التوافق بينك وبين خالد بيه. بس هو مرتبط بعطارد من ناحيه الجوزاء، وحضرتك مرتبطه بعطارد من يمه العذراء. هنطلع فاصل ونرجع نشوف بقى التوافق ده. اوكي يلا بينا. ورجعنا من الفاصل. دكتور محمود بقى عايزين نعرف التوافق. التوافق ما بين اي حد وحد زي ما قلنا قبل كده مبني على 3 اسس. البرج اللي من تاريخ الميلاد، البرج اللي من الاسم، الطالع. لو ما فيش توافق في ال3، مش في ال20% بقى، في ال3 اقول ان اقدر احسم الامر واقول لك ما فيش توافق. في اشاره 2 3 اقول لك لا في توافق. ما اجيش امشي من عند البرج ده ناري وده اقول ما فيش توافق، حرام، يبقى الواقع هتلاقيه غير كده. طب التوافق بقى الخاص بينا يعني مع عطارد انتوا مرتبطين بكوكب الفكر، كوكب التواصل، كوكب الذكاء، كوكب الكلام، انك ازاي توصلي الفكره. يعني هتلاقيكوا اساتذه في انكم انتوا تعملوا رساله، توصلوا فكره، تطلعوا بشكل معين. ده انتوا ناجحين فيه. نروح برج الميزان. برج الميزان اديكي الروشته الاول الخاصه بكل الابراج واللي فيها استفاده لكل الابراج، والميزان مش هيزعل ان احنا هنقول الروشته الاول. احنا بنشتغل على 3 محاور: محور الزمان، ومحور المكان، ومحور الانسان. محور الانسان بنتغلب على الحسد وعلى الطاقات السلبيه باقتناء سبيكه زحل. سبيكه زحل معمول بها براءه اختراع ومسجله في مركز البحوث. طيب ده الانسان. طب الزمان، عندي وقت وحش اللي هو وقت اكتمال القمر بدر، عندي وقت مش كويس فيه شر زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده اللي هو وقت المحاق، عندي حاجه اسمها اوقات خلو المسار بتحصل كل يومين وتلت. بيبقى في ساعه، ساعتين، 3. طيب فايده الفلك ايه؟ ان انا لو عندي ميعاد مهم ببص بكره في خلو مسار من الساعه 2 للساعه 3، اخلي ميعادي يا قبل 2 يا بعد 3، يبقى انا كده تفاديت الوقت النحس. طيب وقت استعين بالله واستعيذ بالله وقت المحاق. طب وقت اكتمال القمر بدر اصوم او اعمل حاجه، يكفي ان انا ابقى فاهم طبيعه، لان احنا عاملين زي النبات في توقيتات مناسبه للقيام بالاعمال المهمه، وفي توقيتات مش مناسبه للقيام بالاعمال المهمه. طب انا لما اعرف التوقيتات اللي مش مناسبه هقدر اتلاشى اي حاجه غلط في هذا الموضوع. ندخل على الميزان. ندخل نشوف الميزان. الميزان. الميزان الاضواء مسلطه على البيت الثامن، بيت المال اللي مش متعوب فيه، ممكن لو راهن على حاجه يكسب، ورث يجيله فلوس من يمه الزوجه او الزوج اذا كان واحد. بعد كده النص الثاني من 2024 برج الميزان بيخش في السفر البعيد، يخش في التخلص من الذيول القديمه. البيت التاسع بالنسبه للميزان بيت الرفعه وبيت المصالحات، اي قضايا عنده بتنتهي في الوقت ده. برج العقرب عنده اتفاقات وعقود واشتباكات مع الشريك، سواء شريك العمل او شريك المنزل. بينصح قوي في الحته دي. طيب يطلع من عنده لانه في البيت السابع المشتري، يخش على البيت الثامن اللي هو بيت العمل. البرج اللي بعده القوس. برج القوس. برج القوس أباله الجوازاء. نبدأ بالطور الأول، البيت السادس، بيت العمل الروتيني، في عمل يومي مداوم عليه، ده ياخد باله منه قوي وما يخليش أي حاجة تاخده من العمل الروتيني، لأن الخير جاي له من هنا. لو عنده أي حاجة صحية
ده هيبقى وقت مناسب جدا للتخلص من اي مرض. اي حاجه كانت معاكساه قبل كده ومش عارف يتخلص منها كامراض يقدر يتخلص منها في 2024 في الجزء الثاني. برج الجدي، البيت الخامس، بالنسبه للطور يعني جوبيتير موجود في البيت الخامس. علاقته بتتحسن مع الاولاد، عنده حب، عنده جواز، عنده فلوس، عنده مال. ده في النص الاولاني. في النص الثاني العمل عنده بينشط. برج الدلو، بناخد البيت الرابع، الاضواء مسلطه على العيله، على النقل من مكان لمكان، وفعلا انا بصدد ده، النقل من موقع لموقع افضل لان ده جوبيتير، ده كوكب السعد. طيب النص الثاني من السنه هيروح البيت الخامس، الاجواء اللي كان عايشها الجدي يبدا يعيشها الدلو في النص الثاني. برج الحوت، البيت الثالث، الجيران والقرايب والاصدقاء، وتسليط الضوء على الوضعيه ديت بيبقى يعني يتناقش، يتحاور، يتكلم مع ده، يحل مشكله عند ده، الدنيا ماشيه معاه كده. برج الحمل احنا بدأنا بيه وقلنا انه عنده هي سنه ماليه بامتياز، النص الاولاني فيبقى نص سنه ماليه، والنص الثاني مشاورات وحوارات ولقاءات وزيارات. الابراج ككل بقى نصيحه بقى عشان نكمل 2024. احنا قلنا جزء من النصيحه، وقلنا ان احنا بندي للانسان، احنا قلنا بنشتغل على 3 محاور، الزمان والانسان والمكان. الانسان بنديله السبيكه المعمول بقى براءه اختراع، يعني حاجه علميه وحاجه محترمه بتصد النحس والحسد والحاجات دي كلها. طيب محور الزمان ان انا اراعي التوقيتات اللي هي فيها نحس ونبعد عنه. لا، اعمل مسموح لي اعمل الاعمال الروتينيه، اروح الشغل، اجي من الشغل، انام، اقوم، لكن ما اجيش امضي عقد، ما اجيش اتجوز، ما اجيش اعمل حاجه مهمه. اي حاجه مهمه لا لها توقيت معين، ما يجيش في وقت من اوقات النحس، لا وقت كسوف ولا وقت خلو مسار ولا وقت محاق ولا وقت اكتمال القمر بدر، لا، لازم افهم الزمان، لان احنا مشكلتنا ان احنا بنعمل اي حاجه في اي وقت، ده غلط. لا، كل وقت زي ما بنقول وله اداب. طيب يبقى كده اتكلمنا عن محور الانسان، خد السبيكه، الزمان خدنا بالنا بالتوقيتات، المكان لازم تظبطي، المكان ليه طاقه، لازم تظبطي المكان اللي انت فيه. اولا السرير لازم يكون بعيد عن الحيطه اقل حاجه 50 سم، لان الحيطه بتحمل طاقه كهرومغناطيسيه نابعه من سلوك الكهرباء اللي في الحيطان. مش مصدقاني؟ هاتي اي راجل عنده شعر في ايديه، يحط ايده على اي شاشه يلاقي الشعر بتاعه بينشد ناحيه الشاشه، دي الطاقه الكهرومغناطيسيه. كنا واحنا عيال صغيره نعمل ندعك القلم كده ويسحب يجذب قصاصات الورق. طيب يبقى انا دلوقتي بتفادى الطاقه الكهرومغناطيسيه المؤثره والضاره على الجسم بان انا ابعد السرير 50 سم. واعمل ايه تاني؟ المرايه استخدمها واغطيها. ليه؟ قال لك ان المرايه بتعكس الطاقات السلبيه والايجابيه، بس انت ما معكيش جهاز قياس. اوضه النوم بتاعتك ما تعرفيش الطاقه اللي فيها ايجابيه ولا سلبيه، ولا انت جايه من الشغل مزرجنه ولا الزوج جاي من الشغل مزرجن. يبقى انا المرايه ما دام هتضاعف لي الطاقه اللي انا مش عارفها، هو انا هقول اكتر، لا استخدمها واغطيها، ويا نحل لا عايز عسلك ولا تقرصني. نيجي كمان نستخدم الملح. كل العلماء اجمعوا على ان الملح بيسحب الطاقات السلبيه. طيب حفان ملح على ورقه بيضاء مش مسطره بعد فتحه الباب 90 درجه. روحي وتعالي وخشي واخرجي في الداخله وفي الخارجه كده، الملح عمال يمتص منك الايه؟ كل ما هو سلبي. ده ورا الباب بس ولا في اركان البيت زي ما بيقولوا؟ اوضه النوم بعد 90 درجه بتوع فتحه الباب. تمام. النوم بقى اوضه النوم تكون بعيد عن الحمام، لان احنا عندنا عاده عملوها تقليعه كده من 20 سنه ولا حاجه، بقوا يعملوا من الحمام في اوضه النوم. ده غلط جدا، لان الحمام مصدر من مصادر الطاقات السلبيه، وانا عايز اتجنبها واخلي المكان ما يبقاش فيه طاقه سلبيه. يبقى انام بعيد عن الحمام، السرير، المرايه، الملح، الكلام الطيب في المكان. حضرتك لو دخلت مسجد بتحس براحه، بتحس بهدوء. ليه؟ من فعل الكلام الطيب اللي بيتقال في المكان. صحيح لو الحوض المطبخ جنب البوتاجاز بتحصل مشاكل بين الزوج والزوجه؟ لو ايه؟ لو حوض المطبخ، الحوض بتاع المطبخ جنب البوتاجاز بيحصل مشاكل مع الزوج والزوجه؟ لا 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 لا، ما فيش بالعكس، هو سيلان الميه بيجدد الطاقه عند الواحد.
يعني السلبيات اللي عندك، الميه بتجذب السلبيات وبتاخدها وهي ماشيه. اقعدي قدام ميه جاريه، اقعدي على البحر، بتحسي ان خلاص بتغيري مودك وبتغيري وضعك، الدنيا بتبقى حلوه. البوتاجاز مالوش علاقه بسريان الميه. دكتور محمود هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل. دكتور محمود، رؤيتك للعالم ككل في 2024؟ زي ما قلت لحضرتك، العالم في حاله تغيير جذري نظرا لانتقال بلوتو لبرج الدلو. افريقيا هيبقى فيها حرب معينه، والحرب دي ممكن تشمل المياه، بس مش لازم ندمر السد، احنا ممكن نحتل اثيوبيا نفسها، ما فيش اي مشكله يعني، مش مصرح بالاحتلال، له قوانين وله ضوابط، نروح نحتلهم وخلاص ونريح دماغنا من غير ما نهد حاجه ولا ندمر حاجه. بالنسبه لاوكرانيا، انا كان ليا توقع من السنه اللي فاتت، بس طبعا السنه الفلكيه لسه ما خلصتش. موضوع اوكرانيا هيخلص بقعده وباتفاق زي ما حصل في 92 قبل كده، كان في اتفاقيه بينهم هم برضو روسيا وامريكا واوكرانيا، وعايشوا على كده فتره. نفس الدوره دي هيعملوها برضو، وهتبقى الموضوع خلاص يعني يبقى الواقع كما هو عليه، واحترام روسيا وطريقه روسيا في انها تامن مواقعها وما تسمحش للحلف الاطلسي ان هو يخش عندها. الموضوع الاهم فلسطين. مصر معمول عليها كماشه ومؤامره كانت من زمان، بس ظهرت على السطح دلوقتي المؤامره اللي موجوده. ربنا يسلمها لغايه مايو. مصر برجها الجوزاء، بمجرد جيبوتير ما يخش برج الجوزاء مصر هتبدا تحصد كل الخير اللي اتزرع قبل كده. في مجهود جبار عملته القياده السياسيه، بس كورونا جت ارفصت الموضوع شويه. جهود جباره للتنميه وللمواضيع دي كلها. طيب ما تيجي بقى تشوفي عدينا العقبات دي كلها، هتجني كل الخير في النص التاني من 2024، ويبقى فاضل تكه كده صغيره، ومصر ان شاء الله هتبقى رائده العالم. لان في التوقعات بتاعتي العالميه امريكا في حاله انهيار، واسرائيل طبعا ورا منها، هما الاثنين مربوطين ببعض، ولذلك تلاقي تصرفاتهم كلها نظام هذيان، كانه راجل عجوز وخلاص وبيقع، مفيش تجديد للدم. حتى اوروبا بيطلقوا عليها يعني اوروبا العجوزه. كل الحاجات دي هتنهار، والقياده والزعامه هتيجي للشرق، وانا اقصد بالشرق مش مصر، احنا الشرق الاوسط، الشرق اللي هيبقى الصين، دي القياده جايه له والزعامه جايه له، واحنا جنب منه ومن جاور السعيد يسعد. دكتور محمود، في نهايه حلقتنا كلمه توجهها للساده المشاهدين في نهايه 2023. استعينوا بالصبر لغايه ما نخلص النص الاولاني، وان شاء الله مصر في حاله ازدهار، وخلاص مفاهيم الناس بتتغير، شئنا ام ابينا هتتغير. كان عنوان الكتاب بتاعي التغيير الحتمي. يعني ايه التغيير الحتمي؟ يعني لازم منه. فاحنا فعلا كلنا اتغيرنا، مين فينا ما اتغيرش في الثلاث سنين اللي عدوا دول؟ 24 هي امتداد ل 23 مع بعض الخفه، يعني الحده بتخف شويه. 25 شكرا، المرحله كلها خلصت، بقينا في عصر ازدهار، ولا هيبقى فيه انهيار اقتصادي عالمي، ولا هيبقى فيه ركود، ولا هيبقى فيه اي حاجه من دي خالص. دكتور محمود، في نهايه حلقتنا سعدت بلقائك جدا جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسعاده يا رب، وربنا يجعلها سنه خير عليك وعلى كل المشاهدين بتوعك. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ودي كانت اخر حلقه النهارده في سنه 2023، على امل ان نلتقي بكم في 2024 وفيها حاجه حلوه. الى اللقاء.